لو عندك presentation في شغلك وعايز تبهر اللي قدامك فعلا، الموضوع مش انك تحفظ جمل تقليدية اتقالت 1000 مرة وتكررها وخلاص. اللي يفرق فعلا هو انك تستخدم تعبيرات احترافية تبين انك فاهم كويس وبتعرف توصل فكرتك باسلوب جذاب. مثلا بدل ما تبدأ الكلام بطريقة عادية، جرب تقول Let me set the stage for this topic، يعني خلوني أمهد للموضوع قبل ما ندخل في التفاصيل. تعبير set the stage معناه إنك تهيئ الناس للفكرة الجاية. set the stage. ولما توصل لنقطة مهمة، بدل ما تقول دي نقطة مهمة، جرب تقول This brings us to a pivotal point. ده يوصلنا لنقطة محورية أو أساسية. pivotal. ولو وصلت للجوهر الحقيقي للموضوع، تقدر تقول Here's the crux of the matter. كلمة crux معناها أهم نقطة أو لب الموضوع. وحبيت تضيف فكرة جديدة أو منظور مختلف، فتقدر ببساطة تقول This insight might shift your perspective. يعني المعلومة دي ممكن تغير طريقتك في التفكير. insight معناها ملاحظة ذكية. shift your perspective معناها توسع نظرتك. أما بقى لو عايز تشرح خطوات بشكل مبسط، استخدم Here's a quick breakdown of the process، يعني تحليل سريع أو شرح مبسط للخطوات. breakdown. وفي الآخر لما توصل للرسالة الأساسية من البرزنتيشن، استخدم take away، معناها الحاجة اللي الجمهور لازم يطلع بيها من العرض، يعني الخلاصة. The key takeaway is clear. وممكن تسمع بعدها من جمهورك That was a compelling presentation، يعني العرض كان جذاب ومقنع جدا. كلمة compelling معناها أن طريقتك شدت انتباههم فعلا. لو عايز presentation يبقى فعلا قوي، ركز مش بس على المعلومة، ركز كمان على طريقة عرضك والجمل اللي بتستخدمها. واعمل شير للفيديو ده مع صديقك اللي على طول في ميتنج، وما تنساش تعمل سيف عشان ترجع له في أي وقت تحتاجه.